كان بطبيعته طماع، حتى لما بيموت بيفضل في حتة كده اسمها سدرة المنتهى، بيفضل يحارب طول عمره عشان يوصل عند سدرة المنتهى دي. فربنا يوريه قصر، انت زعلان انت وأميمة، تعالى صالحكوا على بعض. فبعدين اول ما يلاقي القصر الجميل ده يقول له طب خلاص يعني هفكر، اصل هي ظلمتني قوي في الدنيا. فيقول له طب بلاش ده، هديك قصر تاني. فيفضل يديله 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 لحد ما يوصل لأفخم حاجة في الحياة. الطموح لا يتوقف، النجاح لا يتوقف. طبيعة الشخص مكونة من مجموعة معادن، اللي معدنه ذهب بيحكي عن الناس بكلام ذهب، واللي معدنه فلس رخيص ملوش قيمة ولا تمن بيحكي عن الناس بالرخص. صح. ضآلة الإنسان في معدنه، قوة الإنسان في لسانه، ويبقى اللسان في القبر لا بيتحلل ولا بينفع إنه يدوب. حتى رجل المقابر لما يدخل يدفن يقول للناس اوعى تدوس على اللسان. إذن اللسان ده هو أساس حياتك. عيش سعيد، انبسط، اضحك، افرح، اخطف ضحكتك من الأيام. اوعى في يوم من الأيام تصحى عامل كده، لا مش عايز، أصل أنا منكد، أصل فلان قال عني مش عارف إيه. يا عم يولع فلان، يا عم يغور في ده يا فلان، يا عمي أنا بيني وبينه إيه، أنا هقول عليه إيه، هتلف ترجع لك. ومش ضروري النهاردة، ممكن كمان 5 سنين، كمان 4 سنين، في حتة انت يمكن ما تقدرش تدافع عن نفسك فيها.